في أوقات كده بنحس فيها إننا تايهين مش عارفين رايحين فين ولا عايزين إيه بالظبط من الحياة. نصحى كل يوم بنفس الروتين، نفس التعب، نفس التفكير اللي ما بيخلص. بس في وسط الزحمة دي بيبقى جوه كل واحد فينا صوت صغير بيقوله: أنا نفسي أعيش، نفسي أكون مرتاحة، نفسي أعيش حياة هادية. بس السؤال الحقيقي: إزاي نعيش صح؟ وإيه معنى الحياة الحلوة؟ هل هي فعلا فلوس؟ طب هي شهرة؟ الناس اللي حوالينا؟ ولا في حاجة أعمق؟ في السلام اللي جوانا. أيوة، في السلام اللي جوانا، في القلب اللي مطمن ومتصالح مع نفسه وربه. الراحة دي مش صدفة ولا حلم، ده الراحة دي النبي وصانا بيها وادانا بيها مفاتيح في سنته، وصايا نبوية لو مشينا عليها هنعيش بطمأنينة حقيقية وسط أي ظروف. الفيديو ده مش مجرد كلام، دي رحلة روحانية هتمشي فيها خطوة بخطوة عشان ترجعي تلاقي نفسك وترجعي تحبي حياتك. مش لأن مفيش مشاكل، لأ، لكن لأنك بقيتي أقوى من أي حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات وتعملي لايك على الفيديو واشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. المفتاح الأول معانا: ابدأي بنية صافية ونفس نقية. كل حاجة بتبدأ من هنا، من النية، مش من الظروف ولا من الناس ولا من المكان. ربنا شايف نيتك قبل أي فعل وبيجازي عليها قبل حتى ما الخطوة تتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب الجملة دي لو فهمتيها بعمق حياتك كلها هتتغير. يعني إيه؟ يعني الفعل مش هو اللي بيحدد قيمتك، النية اللي وراه هي اللي بتحدد ده كله. ممكن اتنين يعملوا نفس العمل، نفس الفعل بالظبط، واحدة تطبخ لبيتها بحب عشان تكسب رضا ربنا، والتانية بتعمل كده وهي متضايقة وبتتذمر. النتيجة مختلفة عند ربنا تماما. النية بتخلي العادة عبادة، تخلي شغلك، أكلك، ضحكتك، نومك كلها حسنات. اعملي عادة بسيطة قبل ما تبدأي أي حاجة. قولي: يا رب اجعلها لوجهك الكريم وبارك لي فيها. هتحس إن كل تعبك بقى ليه طعم، كل مجهود بقى ليه معنى. وحتى لو محدش حس بيكي، ربنا حس بيكي. جربي ده أسبوع بس وشوفي الفرق في طاقتك وفي رضاكي وفي إحساسك بالحياة. المفتاح التاني: ارضي بالقليل وربنا هيغنيكي بالكثير إن شاء الله. إحنا عايشين في زمن المقارنة، زمن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اللي فتحت عينينا على حياة الناس التانية بس أغلقت قلوبنا عن شكر اللي عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسمته لك تكن أغنى الناس. يعني الغنى الحقيقي مش في الفلوس، الغنى الحقيقي في القلب اللي راضي ومبسوط باللي عنده. اللي راضي يعيش بسيط بيحس إنه عايش ملك، لأن الرضا مش استسلام، الرضا هو إقناع إن ربنا اختار ليكي الأحسن حتى لو مش فاهمة ده دلوقتي. خدي مثلا واحدة كانت بتتمنى وظيفة معينة واترفضت، زعلت جدا، بس بعدها بفترة ربنا فتح لها باب تاني أفضل بكتير. ساعتها عرفت إن المنع ده كان حماية مش عقوبة. الرضا بيخلي كل لحظة في حياتك فيها معنى، حتى لو الدنيا مش كاملة قلبك بيبقى مطمن. جربي كل يوم الصبح تقولي: يا رب أنا راضية بنصيبك وبثق إن اللي جاي خير. العبارة دي كأنها مفتاح سحري بتخلي اليوم كله هادي ومليان بركة. المفتاح التالت: نضفي قلبك من الغل والحقد، لأن القلب هو مركز النور، ولو اتوسخ كل حاجة بتبقى ضباب. الغضب، الحقد، الكره سموم بتاكل راحتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضخة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سامحي مش عشان اللي ظلمك يستاهل، لكن عشان قلبك يستاهل يعيش بالراحة. اللي بيغفر مش ضعيف، ده أقوى إنسان.
لأنه بيكسر الكره وبيختار السلام بدل الانتقام. خدي وقتك في الغفران، مش لازم النهاردة، بس كل يوم خطوة صغيرة. قولي يا رب، يا رب ساعدني أسيب اللي وجعني واملأ قلبي حب بدل الحزن. تخيلي لو كل الناس نضفت قلوبها كل ليلة قبل ما تنام، هتختفي نص مشاكل الدنيا. خلي قلبك أبيض، لأن هو اللي هيخليك تخش الجنة. المفتاح الرابع معانا: اعملي الخير وامشي حتى لو محدش شاف. احنا عايشين في زمن كله ضوء وكاميرات وميديا. النية بقت عملة نادرة. الناس بتعمل الخير عشان تتصور وعشان المظاهر، بس شوفي الجمال في اللي بيعمل الخير في الخفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فاهمة يعني إيه؟ يعني طلع صدقة بإيده اليمين وخباها عن إيده الشمال. شفتوا وصلت لحد إيه؟ اعملي الخير وامشي من غير ما تستني كلمة شكرا، لأن ربنا هو اللي بيشوف، هو اللي بيرد. اعملي الخير بوجه بشوش، كلمة طيبة، رسالة دعم، مساعدة بسيطة، حتى الابتسامة صدقة. الخير مش لازم يكون كبير، لكن أثره كبير جدا، وكل عمل صغير بيعمل موجة خير حواليكي. اعملي عادة يومية، كل يوم اعملي حاجة، اعملي خير من غير ما تقولي، وشوفي ازاي ربنا هيملى حياتك راحة وبركة من حيث لا تدري. المفتاح الخامس: احفظي لسانك قبل ما يجرح قلب حد. الكلمة ممكن تبني بيت وممكن تهد. الكلمة ممكن تشفي وممكن تقتل روح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. كل مرة تتكلمي فيها اسألي نفسك: هل الكلام ده طيب؟ هل هيقرب الناس ولا هيبعدهم؟ هل لو النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا دلوقتي هيكون راضي؟ الغيبة، السخرية، النقد، الشتيمة، كل ده بيطفي نور القلب، بس الكلمة الطيبة بتنوره من تاني. اعملي تمرين بسيط، يوم كامل من غير كلام سلبي ولا شكوى ولا غيبة ولا كلمة قاسية. هتشوفي الفرق في طاقتك النفسية بنفسك. خلي شعارك يكون: الكلمة اللي مش فيها خير مفيش داعي تتقال. المفتاح رقم 6 معانا: خلي لسانك دايما ذاكر عشان قلبك يعيش في نور. الذكر هو سلاح المؤمن، هو الطاقة اللي بتغذي روحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كل مرة تذكري فيها ربنا كأنك بتنفخي حياة جديدة في قلبك. جربي تبدأي يومك بالحمد لله، وسط اليوم سبحان الله، وقبل ما تنامي استغفر الله. حتى لو في عز التعب، مجرد كلمة يا رب بتغير إحساسك. اعملي ورد يومي للذكر، مش لازم كتير، بس دايم. والذكر مش بس بالألفاظ، الذكر الحقيقي لما تذكري ربنا بعقلك وقلبك وسلوكك. المفتاح رقم 7 معانا: اختاري صحبتك بحكمة، وبحكمة قوية جدا، لأن هما طريقك للجنة أو النار. الصحبة الصالحة مش رفاهية، دي ضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر إحدكم من يخالل. يعني صاحبتك اللي بتقربي منها بتأثر على كلامك، وبتأثر على تفكيرك، وبتأثر على طاقتك. اختاري الناس اللي لما تتكلمي معاهم تحسي إن قلبك ارتاح مش تعب. الناس اللي بتقربك من ربنا، مش دايما حاطينك في مشاكل. وفي المقابل برضو كوني انتي كمان الصحبة الحلوة اللي بتسمع وبتطبطب وبتخلي الناس تعمل الخير. العلاقات دي رزق، والنبي قال: المرء مع من أحب، فحبي اللي يقربك من الجنة. المفتاح التامن: اصبري على البلاء بثقة مش بالانكسار. البلاء مش عقاب، البلاء تربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا غفر الله بها من خطاياه. لما تتعبي ما تقوليش ليه أنا، قولي يا رب قويني. كل دمعة ليها معنى،
كل وجع وراه خير. خدي بالك، الصبر مش يعني الكتمان. احكي، عبّري، بس بقلب مؤمن مش معترض. قولي ربنا وجعني بس وأنا واثقة إنك هتشفيني وهتعوضني. الصبر مش ضعف، الصبر قوة، قوة كبيرة جدًا، واللي يصبر بيشوف نور ربنا قريب منه. المفتاح التاسع معانا: اتوكلي على الله توكل حقيقي. التوكل مش كلمة، التوكل حالة. يعني تسعي وتعملي اللي عليكي، تسيبي النتيجة لربنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. طب معنى الكلام ده إيه؟ هقولك معنى الكلام ده إيه. الطير بيخرج بدري يدور على أكل ليه، بس قلبه مطمن مش شايل هم. اعملي تقدري عليه والباقي سيبيه عليه. قولي كل مرة تقلقي فيها: يا رب الأمر كله بإيدك. وصدقيني، اللي يفوض أمره لربنا عمره ما يندم أبدا. المفتاح العاشر معانا والأخير: خلي قلبك دايما شاكر. الشكر مش كلمة، الشكر طريقة حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه ومعافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حرزت له الدنيا. يعني لو عندك أكلك وصحة وأمان يبقى الدنيا كلها عندك. اعملي إعادة الامتنان اليومية. كل يوم اكتبي 3 حاجات تشكري ربنا عليها حتى لو بسيطة: ضحكتك، لحظة هدوء، نفسك، شمس الصبح. الشكر بيخلي النعمة تدوم وبيخلي قلبك يتهدي مهما حصل، لأن الشكر دايما شايف النور جوه الضلمة. وبكده يكون ال10 مفاتيح بتوعنا خلصت. دي كانت 10 مفاتيح نبوية، مش مجرد وصايا، لكن خريطة لحياة متزنة حقيقية وهادية. ابدأي بمفتاح كل أسبوع، عيشيها بصدق، طبقيها بحب. هتكتشفي بعد فترة إنك اتغيرتي، بقيتي أقرب، أهدى وأجمل من جوه. خلي حياتك صح، مش بالكمال لكن بالقرب من ربنا وبالقلب اللي بينوي خير في كل حاجة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك على الفيديو ونشاركه مع حد كده من أصحابنا عشان أكبر بيكم، واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.